مش هتلاقي افكار احلى من كده. ما نسيتش السبايدر مان الجميل، وما نسيتش الدج الجميل، وكمان ما نسيتش الفار. شوفي الافكار الجميله، تابعي الفيديو، شوفي افكار المقلمات الرهيبه اللي انا نازله لك بيها دي. اهلا بيكم حبايبي، حبايب قناه توفير واعاده تدوير فيديو جديد ولقاء جديد. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين أولادنا وحبايبنا، وعام دراسي سعيد عليكم جميعا يا رب يجي بالخير. ومعلش هي تهنئة متأخرة نتيجة لظروفي. أنا بعتذر يا جماعة عن غيابي الفترة اللي فاتت، كان عندي بس حالة مرضية. يعني ما حبيتش اني انا اتاجر بالموضوع ولا اشرك حد ولا اي حاجة، ولا اتكلم على موضوع تعبي. انا بس كنت في مرحلة بعمل عملية في دراعي، وادعوا لي بالشفاء ان شاء الله، لان انا كنت عملت العملية دي قبل كده ورجع تعبني تاني. هي عملية تسليك الوتر بتاع الذراع. والحمد لله تمت على خير، وربنا يكرمني. النهاردة أنا بقدم لك بقى فكرة جميلة كده، فكرة حلوة للمدرسة. بقدم لك فكرة مقلمة كروشيه. حبيت أنوع لك المقلمة الكروشيه، وأنا ما زلت عند وعدي في موضوع الكروشيه، بس أول ما تتظبط ظروفي إن شاء الله هنشئ لك موضوع الكورس بتاع الكروشيه، وأعلمكم إزاي يعني للمبتدئين نعمل مع بعض ونتعلم مع بعض الكروشيه. الفكرة النهاردة زي ما انتم شايفين في الشرائح اللي بتتعرض، عاملة لك وبوريكي بعض أفكار الكروشيه هتنفع للبنات وللأولاد. مش شرط ان هي تنفع للبنات بس. أول حاجة بدأتها جبت خامة الكروشيه، وفي خامات أخرى في الفيديو، تابعيني للآخر وانت هتعرفي الخامات الجديدة اللي أنا منزله لك الشرائح بتاعتها. بدأت بالأسامي زي ما انتم شايفين كده. كل مقلمة ممكن يتكتب عليها الاسم بالتطريز او بالخيط، اي طريقة تحلى تعمليها زي ما انت شايفة كده. بصراحة الولاد بيفضلوا الموضوع ده قوي قوي، وانا كنت عملت كمية من المقالم قبل ما اتعب، ووزعتها هدايا على الاولاد في العيلة. كان فيها بقى ورود ومطرزة زي ما انتوا هتشوفوا الشرائح اللي جاية في الفقرة اللي جاية ان شاء الله. بتمنى ان الافكار اللي انا بعرضها تعجبكم وتشوفوا الشرائح. وخليكي معايا برضو لاخر الفيديو عشان تشوفي الخامات الاخرى والافكار الجديده زي ما انتم شايفين. انا منوعه لك المقلمه، عامله لك المستطيله اللي ليها سوسته من فوق، او عامله لك اللي هي شكل اسطواني، شكل الاسطوانه وليها سوسته من الجنب. ممكن برضو فيها على شكل بوك. منوعه لك برضو الاشكال زي ما انتم شايفين كده والالوان، وبتصلح للبنت او للولد. يعني مش شرط تبقى المقلمه دي كروشيه للبنت فقط لا غير. لا، هو طبعا مقوله مش مظبوطه. انا عامله برضو زي دولت، عامله منهم للاولاد، وبصراحه بيحبوها جدا جدا. عاملاها لهم بالاسامي زي ما انتم شايفين كده. انا منوعه الاسامي زي ما انتم شايفين قدامكم كده. يعني الشرائح يا ريت تعجبكم. خليكم بقى معايا للمرحله اللي جايه وللفقره اللي جايه، شوفوا برضو الافكار الجديده اللي انا بعرضها لك من المقلمه. ويا رب يبقى عام سعيد عليهم ان شاء الله. خليكي معايا للفقره الجايه. اهلا بيكم حبايب قلبي من جديد. دلوقتي انا بعرض لك المقلمه اللي معموله بالوردات زي ما انت شايفه كده. انا عملتها، ودي اللي انا عملتها هدايا. الشريحه الاولى دي والتانية هم اللي انا طلعتهم هدايا. وبصراحه في الواقع يمكن التصوير ظالمها، في الواقع رائعه جدا جدا. بتعملي المقلمه بالكروشيه، وبعد كده بتطعميها بالوردات الزخرفيه اللي بتتباع. هي بتتباع وحدات كده شريط، وبتبدأ انت تطعميها بقى ايه بالخرز، وتعملي لها زركشة وزخرفة زي ما انت شايفة كده. برضو في انا ممكن بتعمليها بالوردات الكروشيه. يعني بتعملي الوردة نفسها من الكروشيه على شكل مربع او على شكل دايرة وردة، وردة يعني بالكروشيه، وبتعمل لها اطار مربع، وبتديك المنظر اللي انت شايفاه ده.
او ان انت بترسمي الوردة بدل ما تجيب الجبير اللي هو في اول شريحة، لا بتعملي وردة من الكروشيه وبتثبتيها على على المقلمة. بصراحة فكرة رائعة جدا جدا، وهي دي يمكن يعني الفكرة اللي بتفضلها البنات. كل اللي كانوا في العيلة عامله لهم المقلمة اختاروا النوع ده، اختاروا الوردات اللي هي من الجبير اللي مطعمة بالخرز. او ان احنا قلنا زي ما شايفة في الشرايح، انت ممكن بتشتغلي الوردات نفسها بتاعت الكروشيه وتلزقيها في بعض، او تجملي بالخيوط الكروشيه كوردة زي ما انت شايفة في الشرائح اللي قدامك كده. خليكي معايا للفقرة اللي جاية علشان تشوفي برضو ايه الجديد وايه الخامات وايه الافكار الجديدة بالنسبة للمقلمة الكروشيه. خليكي معايا للخطوة اللي جاية. ولسه مكملين مع بعض حبايبي الافكار الجميله بتاعه المقلمه الكروشيه. وزي ما انت بقى شايفه كده انا ما سبتش حاجه الا ما جبتها لك، لدرجه من المقلمه المجسمه، يعني ما نسيناش، لا نسينا الدج ولا نسينا السبايدر مان ولا نسينا ده الفار، حتى الفار جايبلك فكره ليه، والدبة والقطط وكل المواضيع وكل الحيوانات اللي بيحبوها الأولاد. في أفكار زي ما انتوا هتشوفوا في الشرائح، أفكار جميلة جدا من المقلمة زي ما انت شايفة كده. يا جمال بقى القطط وجمال شكل السبايدر مان اللي هي المقلمة السبايدر مان، سواء المستطيلة أو اللي هي كبيرة شوية. كمان ما نسيناش الفار، هتلاقي الفار موجود، وهتلاقي قطط، وهتلاقي دج موجود. كل الحاجات دي يا جماعة، سواء المقلمة المجسمة أو المقلمة اللي هي العادية المستطيلة أم سوستة عادية خالص سيمبل، كل ده موجود. جبتلك أفكار رائعة 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 زي ما انت شايفة كده في الشرائح. وطبعا زي ما احنا قلنا بمنتهى السهولة بتتعمل، والولاد دايما بيفضلوا المقلمات دي لان بتبقى يعني بصراحة بيبقى فرحان بيها كده قدام زمايله في الحضانة او في المدرسة، لما يبقى ماسك الايه المقلمة بالشكل ده، بتبقى حاجة بالنسبة له حاجة ظريفة. زي برضو في الشريحة الأولانية خالص في أول الفيديو لما قلنا إن هو بيفضل إنه يبقى برضو المقلمة باسمه، بيبقى مكتوب عليها الاسم بتاعه، أو للبنوتات بتفضل الايه الورد بقى والخرز والحاجات دي كلها. بصراحة حبيت ان انا انوع لك في الافكار بالنسبة للمقلمة الكروشيه، وما حبيتش اطول الفيديو اكتر من كده علشان يعني يبقى فيديو بسيط وتطلع على الشرائح براحتكم وتشوفوا الجمال بتاع المقلمة. بصراحة الواحد انا بنفذ لنفسي زيها، بس بعملها بوك او بورتوفيه، يعني ما بعملهاش مثلا مقلمة، لا انا بعملها بوك كده او بورتوفيه. انا جايبه لك الافكار الجميله اللي انت شايفاها قدامك دي، وبصراحه يا ريت تعجبكم، وبتمنى انه الفيديو كله النهارده يكون الافكار اللي فيه عجبتكم. وما تنسونوش بقى بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنقدمه في القناة. ويا رب ان شاء الله نتواصل مع بعض واقدم لكم افكارنا اللي هي اعادة التدوير مرة تانية. وبرضو بقول موضوع الكروشيه مازال في دماغي، بس هي ظروفي اللي معكساني شوية. بقول لكم إلى اللقاء، وكل سنة وأنتم طيبين، وعام دراسة سعيدة عليكم جميعا، آباء وأمهات وأولاد. باي باي وإلى اللقاء.